اليوم انا اتحدى اي شخص في العالم، والله العظيم انت عند اي مواطن اماراتي تقول له ظهر بحفظتك. اذا ما لقيت صورة الشيخ محمد بتلاقيها باك جراوند في موبايله، اذا ما لقيتها في موبايله بتحصلها معلقه عندهم في البيت، ما لقيتها في البيت بتحصلها على طاوله المكتب، مو على المكتب بتلاقيها زينه على جامة السياره من الخلف. واتحداك، عندنا في الامارات ما في شغله اسمها جمعه الولاء، سبت الولاء، اثنين الولاء. عندنا طعمارك طول ما راسنا يشم الهواء المواطنين ولاءنا وحبنا وثقتنا الكامله في ابناء زايد وقادتنا. هذا الشيء طبيعي ومعروف، ورثناه وبنورث عيالنا وعيال عيال. واحد من المتابعين من سلطنة عمان يقول لي ابو حمدان لا تخص حب الشيخ محمد لشعب دولة الامارات والمقيمين، ترى لا تنسانا نحن من اشد المحبين. في قصة وحوار صارت بين طالب اماراتي يدرس في كلية التقنية ومدرسه الاجنبي عن الشيخ محمد بن زايد بن خالد. اسمعوا شو يقول. المدرس الاسترالي يقول حق الطالب، يقول له والله العظيم انا مستغرب، صار لي 15 سنة ادرس في دولة الامارات، ما في مادة ولا منهاج اسمه الشيخ محمد بن زايد عندكم في الدولة أو في التعليم. والله العظيم لو الأمر يعود بيدي كان خليتها مادة أساسية من الابتدائية لين سنوات التخرج، وبعد مواقف أبو خالد ما راح تخلص، كل يوم نتعلم منه درس. اليوم يا الربع والله العظيم الشيخ محمد بن زايد نمط حياة، أسلوب حياة، شخصية إيجابية، أفعال كلها فيها انتصارات. أنت فقط لو تفكر فيه في اليوم دقيقتين على الصبح والله العظيم تبدأ يومك بكل إيجابية وتنجز في عملك. بس فكر فيها، مجرد تفكير.